إبراهيم، الصداع تعبني مع الرقية، صداع عنقودي. كملي يا ود وعد. كملي. كملي. السلام عليكم أستاذ إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله، يا مرحبا. أستاذ إبراهيم، دخلت وشفتك تعلق على واحدة عندها صداع. فأنا كان عندي صداع مزمن لدرجة من شدة الصداع أحس وأنت بكرامة بستفرغ. الصداع كان معاي من يومي طفلة، تقريبا عمري 6 سنوات إلى ما وصل عمري 16 سنة. يعني شفت كل سنة أقل من السنة، يعني ما أحس بنشاط، أحس بتعب ما تتخيل. فش اسمه، رحت سويت إشعة رنين مغناطيسي، كل فحوصاتي سليمة من ذا العمر إلى 16 سنة سليمة. كذا كنت في الحرم وجالسة معتمر، كنت أدعي إن الله يشفيني، بس سبحان من يرسل لك طبيب وأنت ما تدري. فكانت عندي حرمة كبيرة سن، قالت جربتي الإذخر؟ اللي هو الإذخر هذا عندنا اسمه إذخر ولا اسم ثاني اسمه ساف. قلت لها كيف طريقته؟ قالت لي أنت أكيد في راسك هواء، فهذا الصداع كله هواء، ما هو بصداع شقيقة ولا عنقودي ولا شيء. عطتني طريقة. فبعد ما رجعت لبيتي غسلت شعري وحطيت هذا الأعواد موجودة بالعطارة، بكتب لك اسمها، على جمر، وحطيتها كده على راسي. أقسم لك يا أستاذ إبراهيم إن مخي انسحب مني، شفت أحس فيه بيبان تتفتح، أحس فيه ضرب رصاص براسي. فعلا كان راسي مليان هواء. قالت لي إذا راسك مليان هواء ترى عيونك بتصب موية، خشمك بتصب موية، أذنك بتصب موية. فكنت والله إني من شدة لذتي بذا العافية ودي دخل الجمرة بإذني، ودي دخل الجمرة بإذني. يعني شوف أنا جالسة أقول إيش الأبواب ذي اللي تتفتح، شيء عظيم. وحطيها على إذني الثانية، قالت سويها 7 مرات. والله إلى وقتك الآن كل ما قابلت وحدة قلت سوي ذا البرنامج، وفعلا استفادوا. اللي يجوني على الخاص واللي أنا أقابلهم يقولون فعلا يوم سوينا طلع فعلا هواء، مو هو بلا صداع عنقودي. إذا سوت جميع الفحوصات ما سليمة فهو هواء. فأنا فعلا كانت يوم قلت لأمي قالت فعلا يوم كنتي صغيرة كنتي تحممين وتطلعين في الهواء كده تلعبين مع الأطفال، فأكيد إن راسي تعبى. حتى إلى الآن شفتي اللي سويت حجامة في الراس ما يطلع دم، اللي يطلع هواء بخار. يعني يقولوا لي باقي هواء، اللي يسووا لي حجامة يقول ترى باقي فيك هواء، بس الحمد لله 99% فقدت هذا الشيء. فأنا أقول للأخت ذي تاخذه من العطار، ترى أعواد اسمه إذخر وله اسم ثاني اسم الساف، فهو ما شاء الله تبارك الرحمن. وعندي هنا تعليق، بما إن العشر دخلت الكل يجهز أمانيه. والله إني من أول قبل يبدأ العشر وأنا حاطة لي دفتر أدعية، يا ربي لك الحمد. أصوم العشر وأدعي بالسحور مع الأسحار وبالفطور. والله يا أستاذ إبراهيم إني أتنعم في دعواتي للسنة المقبلة. والله إن شاء الله يفرج على كل مهموم وعلى كل مغموم. كيف طريقة استخدامه حق الصداع؟ شوفي اللي تبي تحطه على جمر، تجيب الأعواد وتحط لها فحمة، بعد ما الفحمة تصير كلها جمرة تحط الأعواد ذي عليها، ما تبي ريحته تكتمها تحط في موية، تجيب موية مغلية وتحط الأعواد ذي في الموية، تطفي النار تحطها في الموية وتحط عليها بطانية وتلقيها إذنها، تعطيها الإذن اليمنى لين ما ينزل تحس إنها مرة تعرقت، والإذن اليسرى بعدين تتنشف تماما وتنسدح في مكان هادي. له طريقتين، إما على فحم، اللي ما يبي على جمر يحط على موية. وإن شاء الله قدامهم العافية أستاذ إبراهيم. الله يعافيك وشكرا يا بنت العود. الله يسعدك، الله يسعدك ويطول بعمرك. حرصك على الناس ونصيحتك، شكرا. العفو يا أستاذ. يا أهلا.